عسلامة الناس الكل، اشن حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وخير يا ربي. لهنا حسيلهم مش نعمل هكا فكرة هكا ودبيرة متاع عشاء هكا تبدا خفيفة ظريفة. أول حاجة مش نعمل الخبز معناتها في الفور، حطيت رطل سميد أرطب هذاك على الآخر، وحطيت معاه شوية هكا فحم تاع خبز اللي فيه السينوج والبسباس وكل شيء، وحطيت شوية ملح، وحطيت هكا بيدي أنا نكيل، وحطيت هكا شوية معناتها سكر وباكو خميرة هكا باش تتفاعل هك الخميرة كل شيء. وحطيت شطرة مغرفة هكاك على الترتوشة نص، حطيتها كركم تجي هكا لونها باهي. وزدت من بعد كي حطيتها تتعجن زدت معاها كاس فرينة مع السميد، زدت كاس فرينة هكا هو، ما كاش السميد الرطب هذايا على الآخر السخافين معناتها متاع خبز. خليتها تتعجن بالكدا بالكدا وبعد تخليها تخمر براحتها. وفي الآخر بكل زدتها شوية زيت زيتونة، ونجي لهنا حطيت هكا فخاذ متاع دجاج، حطيت لهم كليل وزعتر، وحطيت لهم مرقات رند، وحطيت لهم هكا عصرة قارص، وحطيت هكا شوية كركم وكل شيء، ونخليهم يعني هكا مع شوية ملح، ونخليهم هكا يتصمتوا بالكدا. من بعد تالي مش نزيد نطيبهم في الأير فراير ولا في الفور كما تحبوا. وللشربة مش نعمل هكا متاع عدس، حطيت السفنيريا والبطاطا ذيك العادية، نجموا تعوضوا معناتها السفنيريا بالبطاطا الحلوة، وحطيت معها بصلة هكا مقصوصة، والعدس يعني هكا شللته من شي وكل شيء، ومش نحط معاهم 3 كيسين متاع ماء هكا، ونحط كل شيء على البارد، وبعد تالي نحط يعني على الغاز ديريكت. أسهل منها بصراحة ما فمش، هي الشربة هذية صحية وبنينة وفي معناتها كل شيء يتحط مع بعضه. حطيت شوية برك أنا هكا كركم، وحطيت معاها شوية ملح، ونخلطها مع بعضها ونقصلها في الغاز ونخليها تغلي على روحها، لأني هكا ساعة هكا نحركها هكا هو. والدجاج لهنا زادا طاب مازال كان مش نحطها في الأير فراير. الخبيزات زادا خمروا ما شاء الله وجاو تريين بالكدا. حسيلو كتجيكم هكا الخبز باش يجيكم تري معناتها خلوا العجينة ترية، بعد ما تحيروش فيها معناتها حطوا في صحيفة بحذاكم، يعني كما نطيبوا الخبز في الطابونة هكاك يبدأ حاجة بالماء بحذانا، وتبدون بلو ايدينا بالماء ونخدموه، وإلا زيت معناتها انتم واش تختاروا، أما بالماء زاد أسهل راهو، خاطر هو بطبيعتك تعجن حطيت له في الآخر زيت زيتون مبسس من غير ما نزيدو زيت، هكا بالماء معناتها يتسو وكل شيء. ونحط يطيب على 200 درجة الخبز. ولهنا مش نعمل يعني هذي اللي محضراتها أنا معناتها كل شيء حاطتها في كونجيلي هكا إصدر متاع دجاج مفوح وأموره واضحة بالكدا بالتابل وكروية وكركم وفلفل أحمر وملح، وحطيتهم لهنا ديريكت من الساشي في الشابليوغ، وبعد من الشابليوغ نحطهم في الحليب، وبعد من الحليب نعاود نرجعهم للشابليوغ، ونعاود نحط هكاكا نفس الطريقة هكاكا باش يجوكم كيما التوندوخس اللي نشروهم من برا. تعاودوا الطريقة مرتين وثلاثة في الشابليغ، وبعد في الحليب، وبعد في الشابليغ، وبعد في الحليب، هكاكا يجوكم كأنكم شارينهم من برا ما شاء الله. وهذه حسيلو الفطور متاعنا، عملت له معاهم أولادي حبوا شوية روز هكا مع السكالوب هذاك اللي حطيته لهم، وما شاء الله جاي كيما اللي معناتها نشروه من برا. عملت سلطة هذية خضراء هكا حطيت فيها تومات سوريز وكل شيء، وسلطة متاع البطاطا زادة كيف كيف فيها شوية زيتون وفيها شوية تومات سوريز زادة بنينة مش نورمال. الخبيزات هذوكم اللي حضروا، وذيك الشربة متاع العدس زادة جات نودكم أنا عملتهم صغيرين أنا هكاكا باش كان فضلت حاجة الخبز ديما معناتها خاصة في رمضان باهي هكا تفضل حاجة نخبوها في الكونجيلي. والسكالوب ما شاء الله كما تراو هكاكا الدجاج هذا زينته هكاكا بشوية سلطة، وعشية خفيف ظريف نودكم ولا نشهيكم، ونقولكم طيوكا في الأمان وبالسلامة في فيديو جديد إن شاء الله.